بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الكرام. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث أيها الأخوة الكرام، الذي يرتكب قول الزور وهي شهادة الزور أو الكذب الافتراء، أو يعمل به في هذا الكذب والافتراء ويسعى به، والجهل وهو الجهل على الناس، الجهل على الناس بالأفعال والأقوال وغير ذلك مما يدل على أن الرجل قد جهل على الناس، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصد من الصيام أيها الأخوة الكرام يعني هو تقوى الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأعمال التي تفعل من الصائم ولا تجره إلى التقوى فإن صيامه لم يؤثر في أخلاقه وأفعاله. فالله جل وعلا ما يريد من العبد المسلم الجوع والعطش، إنما يريد التقوى، وهذا هو المقصد الأكبر للصيام. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، ممن يحفظ جوارحه ولسانه وبصره عن المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.